بعد ما شفنا بمجرد وصول وفد كارون زعيم مملكة يورازانيا غير ريمورو رأيه وسمح بمعركة معاهم، ودخل جروشيس في معركة مع يومو وبينادي على الكلب كوبي وبيعلنوا مسؤول التجارة بين البلدين. بتوتر كوبي وبيعترض لأنه من الأنواع الضعيفة وفي مملكة يورازانيا غير مسموح بدخوله، وبتطمنه صوفيا إنها هتجيب له استثناء من كارون. بعد فترة بيودعوا الوفد وبيكملوا حياتهم في مدينة اتحاد جورا تمبست، وبتزيد العلاقات والزيارات بين المملكتين، وبينبهر سكان يورازانيا بكل حاجة في مملكة ريمورو، خصوصا نسيج شان والمياه السخنة، وفاهمهم كايجن سرها. وجرشيش بقى من أعز أصدقاء يومو، وبيخرج حراسه مع جوبتا، وبيروح ريمورو دايما يطمن على الأطفال مع رانجا. وبعد فترة بيمشي يومو وفريقه لرحلة مساعدة جديدة وبقى مشهورين بالأبطال. في الوقت ده بيرجع ميارو وفريقه من مملكة يورازانيا وبيتناقشوا مع ريمورو في كل اللي لاحظوه هناك، وبيبقى مهارة ريجورو في الملاحظة، وبيوضح لريمورو إن مملكة يورازانيا ضعيفة في الناحية المعمارية لكنها ممتازة في الزراعة. قرر ريمورو إنه يبعت وفد يتعلم الزراعة. بعد الاجتماع بيطلب ميارو من ريمورو إنه يعين ريجور مكانه رئيس للوفد بعد كده، لأنه شاطر في الملاحظة أكتر وهو يفضل في المملكة للحماية. وبيوافق ريمورو، وبعدها بيحكي له على إصراره إنه يدخل في حرب معاهم علشان يعرف قوتهم. وبتصدم ريمورو لأنه أكد عليه جدا قبل ما يمشي إنه يبعد عن أي اشتباك، وبيعرفوا بميارو إن كاريو انهزموا لكنه قدر يهزم فوبيو. تاني يوم بيروح ريمورو في زيارة لمملكة دراجون ومع كايجن وجارمو واخواته، وفي طريقهم بيشوفوا الطريق اللي اتدمر وقت المعركة مع كاريبيديس وهو بيتصلى على ايد الاورك بقيادة جيلد. وبعد ما بيوصلوا لمملكة دراجون بيستقبلهم كايدو، وبيتفاجئ بشكل ريمورو الجديد لانه عارف بشكل سلايم. وبمجرد وصولهم بيروح ريمورو يقابل الملك جازل، وفي واحد بيراقب كل ده ببلورة سحرية وهو زعيم الوحوش كلايمان، وبيوعد حد انه يرجع له قلبه بعد ما ينفذ مهمة ضرورية، وده بعد ما جاب له تقرير بكل تحركات ريمورو. نعرف انها بنت اسمها ميولان. الملك جازل مهتم جدا يعرف ايه الطريقة اللي فاز بيها ريمورو في معركته مع كاريبيديس، ولما بيقول ان ميليم هي اللي قضت عليه في البداية ما بيصدقش هو والوزير بتاعه اللي كان بيساعد ريمورو في المعركة. بس مع اصرار ريمورو بيصدقوا الملك جازل، بتقدم لهم شغل العصير اللي بيصنعوه، وبينبهر بيه الملك جازل والمساعد، وبيتفقوا انهم يستوردوا المشروب من ريمورو. بس بيطلب منهم مدة لحد ما يبدأ الإنتاج الجديد، وده بعد تحالفه مع مملكة يورازانيا. وبيتصدم الملك جازل والمساعد إن إزاي ريمورو قدر يكسب تحالف ميليم وكاريون، وبيوضح لهم إن كل ده جه بالصدفة. والملك جازل بيقول له أنت كده قربت تضم ليك مملكة فلموسيا كمان، وكده هتسيطر على كل الممالك، ودي اللي يومه منها. وبيحكي له الملك جازل إنها من أول المراكز التجارية، ومملكة دراجون متعاقدة معاه في توريد الأكل، وبيقول ان الملك بتاعها طماع وعلشان كده بيكرهه بس مضطر يتعامل معاه. تاني يوم بيجتمع الوحوش والبشر، وبيقول ريمورو خطاب حماسي عن حلمه في دولة يعيش فيها البشر والوحوش مع بعض في سلام، والكل بيحييه. بس بعد الاجتماع بيحكم الملك جازل على خطابه انه وحش، وده لانه كان بيتكلم مع الناس بضعف وبيحلم وبيتمنى. بيعرفوا ان الملك القوي بينفذ وما بيحلمش، وبيتوتر ريمورو جدا بس بيفرح انه قدر يكسب ثقته لدرجة انه ينصحه بالشكل ده. بعدها بيروح ريمورو يسهر مع جوبتا ومجموعة من الجوبلين، ومعهم كايجن وجارمو واخواته وكاين. بيدي المسؤول عن المشروبات مجموعة ازاز من المشروب بتاعه، وبيطلب منها تبيعهم وتشوف اعلى سعر ممكن حد يدفعه في المشروب، وبتوافق وبتمدح في خطابه وانه كان ضعيف جدا بس كان صادق، وعلشان كده الكل صدقه. في الوقت ده يومه بيقابل مولان تطلب منه تنضم الفريق، وخصوصا انها شاطرة في السحر، وبيرفضوا بيتهاجموا بمجموعة من الخدع السحرية وترجاها تسيبه، وبيعترف بالخسارة، وبعدها بيمدح في قدراتها العالية وبيوافق على انضمامها لفريقه. بيروح ريمورو للأطفال وبيبلغهم بنجاحهم كلهم في الامتحانات، وبيوصي عليهم المعلمة تيس، وبيكافئهم على نجاحهم بباقي المجموعة من الانمي، وبيوعدهم بالجزء الثالث بعد نجاحهم. وبيفرحوا وبيقرا القصص بسرعة وهو بيخلص اتفاقه وشغله مع التاجر والميار، واللي بيحذروا انه بدأ يبقى قوة تجارية كبيرة، ومملكة فلموس مستحيل تسكت وهيكون لهم رد فعل قريب. في الوقت ده بيوصل ليوم من مملكة اتحاد جورا تمبست ومعاه ميولان، وبعد ما بتتعرف على شونا وشيوم بتروح مع يومو وتتعرف على المملكة، وبتنبهر بالصناعات وشكلها المعماري، وتعرف انهم بيجهزوا الاحتفال بعد رجوع ريمورو من جولته الأخيرة. وفي طريقهم لمساحة التدريب بتشوف جرعات العلاج اللي بيستلمها الكلب كوبي من السحالي اللي بعتهم جابيرو، بتطلب منهم جرعات زيادة، وبتنبهر من الكونيا والتعامل بين الوحوش المختلفة. في الساحة بيكون المدرب هاكورو خلص تدريب وضرب في جوبتا ومجموعة جوبلين ومعاهم جروشيس، ولما بيعرفهم على ميولان ويقول عن مهارتها السحرية بيتحداها جروشيس وبتهزمه بسهولة. بيتفق معاهم جوبتا على خطة يهزموا بيها هاكورو ويومو وجروشيس، وبيفرحوا وبيوافقوا على الخطة، وبينادوا على هاكورو وبيستفزوه في معركة.
بيستخدم ميولان سحرها، بس هاكورو بيقدر يتلاشى الخدعة السحرية وبيضرب يومو وجوبتا وكروشيس وبيندموا على محاولتهم انهم يهزموه. في نفس الوقت في مملكة فيلموس بيعمل الملك اجتماع سريع وبيناقش مع المستشارين والوزراء اخبار المملكة والاخبار اللي اسمها عن سلايم بيحكم اغلب غابة جورا وعمل مملكة عايش فيها البشر والوحوش. الكل بيكون رأيه انهم يعلنوا الحرب ويقضوا عليه قبل ما نفوذه يكبر اكتر من كده، خصوصا ان المبيعات بتاعتهم قلت كتير بسببه. بيجهزوا خطة تساعدهم انهم يعلنوا الحرب، الدول تساعدهم بدل ما يتعاطفوا مع ريمورو. قرر الملك يبعت فرقة تعمل مشكلة هناك توصلهم للخناق مع واحد مع الوحوش، وبكده يثبتوا لباقي الدول خطر الوحوش ويقدروا يعلنوا الحرب عليهم. وبيروح المساعد يبلغ أهم 3 في الفرقة إنهم ياخدوا معاهم 100 واحد ويتأكدوا إن المشكلة اللي هيعملوها تستدعي تدخل باقي الفريق. نعرف إن ال3 هم شوجو، بنت اسمها كيرارا، والأخير هو كيويا. وبيتعصب شوجو إن المملكة مديها اهتمام لسلايم ضعيف وكمان بعتها في مهمة بسيطة، على عكس كيرارا اللي فرحانة إنها هتروح في رحلة أخيرا. أما كيويا فهو بيحاول يقنعهم إن السلايم ده بيتحكم في جيش كبير، يعني هو مش مجرد سلايم عادي، لكن في الحقيقة هو شايف إن ده في مصلحتهم لأنهم هيستغلوا فرصة الحرب ويخلصوا على أي حد بيتحكم فيهم ويحرروا نفسهم. فعلا بيروحوا مملكة اتحاد جورا تنبستوا وبيتصدموا من التطور اللي هم فيه، زي وحوش عايشة في تطور أكتر منهم، وبيقرروا يقتلوا ريمورو ويمسكوا المدينة مكانه. وبتعمل كيريرا مشكلة مع واحد من الجوبلين اسمه جوبز، وبتقدر بمهارة التشويش اللي عندها تقنع الناس إنه فعلا ضايقها، والكل بيتكلم إنه أكيد عمل كده، وحد بيقول إن الوحوش هتفضل دايما مؤذية، وبتكمل تمثيلها وبترمي نفسها للبعيد. لكن جوبز اللي رماها بيوصل جوبتا وبيجبروا جوبز إنه يعتذر، بس بيقولوا إنه مصدق إنه ما عملش حاجة، لكنها في مدينتهم واجب عليهم الاعتذار. تتضايق كيريرا وبتحاول تطول في المشكلة علشان جوبز يتعدى عليها، بس جوبتا بينهي المشكلة وبتتعصب وبتستخدم مهارتها وكانت هتقتل كل الموجودين، وبتتصدم ان مفيش اي حاجة حصلت، وده لان شيون وشونا ابطلوا تأثير مهارتها وطردوهم ال3 من المدينة ورفضوا الدخول في معركة معاهم. بنشوف شيون وهي بتتحدى شوجو وبيواجه كيويا جوبتا. في الوقت ده بتخرج ميولان تتمشى في المملكة وبتشوف حب وتعاون الكل، وبيشوفها واحد من السحالي وبيركز معاها فترة وبعدها بيمشي. بتسمع صوت يومو وبتروح له وبتشوفه وهو في معركة مع جروشيس، وقبل ما تدخل لهم بتسمع كلايمان بيكلمها وبيطلب منها تستخدم سحرها وتعمل طبقة حوالين المدينة تعزل بيها المدينة وتقطع كل اتصالاتها الخارجية. المقابل ده هيرجع قلبها، ولو رفضت هيقتلها هي والراجل اللي بتحبه. وقفها جروشيس واللي بيكون عارف حقيقتها من البداية وبيحاول يقنعها تبعد عن كلايمان، تحاول تعترف له انه مجرد صديق وانها بتحب يومو. في الوقت ده بيظهر يومو بيطمنها انه معاها وبيسألها عن تهديد كلايمان ليها، وبترفض تقول وبتطلب منه يبعد عنها علشان ما تضطرش تقتله. بيعترف لها يومو بحبه ليها وبتحس ان قلبها اشتغل برغم ان كلايمان متحكم فيه. بتستغل خناقة يومو جروشيس وبتستغل المهارة بتاعتها وبتنفذ طلب كلايمان علشان تحافظ على يومو في امان. تقدر تعمل هالة تشفير حوالين المدينة وبكده تقطع اتصالاتهم الخارجية كلها. في نفس الوقت فريق من مملكة فيلموس شغال هالة تشويش، وبكده اتعزلت المدينة بهالتين تشويش. المشكلة الأكبر إن الوقت ده كان ريجورد وبيميار بيحاولوا يتصلوا بريمورو بالكرة السحرية علشان يرجع بسرعة، وده بعد ما اتصلت بيهم ألبيس وطلبت منهم المساعدة، لأن بعد أسبوع واحد سيدة الوحوش ميليم هتهاجم مملكة يورازانيا، وعلى حسب التفاهم المفروض مملكة اتحاد جورا تنبست التعاون معاهم، وده سبب اتصالهم السريع بريمورو. بس للأسف بسبب حاجز التشويش بيحاولش يكلموا ريمورو، وبسبب حاجز التشويش بتضعف قوة كل الوحوش، وبيقدر كيويا وشوجو يكسبوا في معركتهم مع شيون وجوبتا. حتى لما المعلم هاكورو بيتدخل علشان يحمي جوبتا بيقدر كيويا يقتله وبيحمي مجموعة من السحالي أطفال صغيرين من الجوبلين. بيوصل جيش من مملكة فيلموس وبيرمي شوجو والسيف، بيقولوا إن الوحوش بتهاجمهم. وهنا في زيارة للمملكة وبتجري شيون بسرعة تنقذ طفلة صغيرة من الجوبلين قبل ما الخيول تقتلها. في الوقت ده بيكون ريمورو راجع من مملكة إنجارشيا بعد ما ودع الأطفال، وبيحس بحاجة غريبة حواليه وبيستخدم النقل الآلي بس ما بيشتغلش. وهنا بيتأكد إنه في خطر وبيتحول لشكل شيزو بيوم الرنجة يدخل في ظله. بيظهر سوي وهو مصاب وبيقول لريمورو لأعداء كتير اهرب، بعدها بيختفي. تظهر هيناتا ودي اللي كانت بتراقبه وترجم مملكة إنجارشيا قبل كده، وهي كمان البطلة اللي كانت شيزو مرتبطة بيها. بتعرف ريمورو بنفسها وإنها هي اللي عملت الحاجز اللي قلل قوته، وإنها تدمر مملكته، وإن الجناح الغربي كله رافض وجوده هو ومملكته. الأهم من كل ده إنها تنتقم لموت أقرب واحدة ليها وهي شيزو. وبيحاول ريمورو يفهمها الحقيقة وهي بترفض تسمعه، وبيفهم إن حد وصل لها معلومات غلط، وتفضل تهاجمه بالسيف بتاعها وبيتصاب وبيعالج نفسه. لما بيحلل السيف بيعرف إن هيموت لو اتصاب 7 مرات بالسيف بتاعها. كده بقى باقي ليه إصابة واحدة ويموت ويستدعي إيفيريت ويحارب معاه، بس فجأة بينهاروا وبيرجعوا.
بس فجأة بينهار وبيرجعوا ريمورو بسرعة. لما بيحلل اللي حصل بيفهم إن عنده مهارة نادرة تقدر تمتص بيها قوة ومهارات أعدائه، وبتصدم إنه قادر يعرف كل خطواتها والهدف منها إيه. وبيقرر يستخدم مهاراته النادرة هو كمان، وبيستنى آخر هجوم ليها وبيستخدم مهارة شراهة، وبيفصل جسمه عن روحه وبيحس إنه بيغني عليه. بيتحول ريمورو لشكل غريب فيه كل الوحوش اللي استخدم معاها مهارة شراهة زي إفريت وكاربيديس ورانجا، وبتحاول تقتله بتعويذة سحرية، ويقدر يتفاداها وبيهاجمها في النهاية، وبتستخدم أقوى تعويذة عندها وبتعمل مجموعة من الحواجز وبتقدر تحرق ريمورو تماما، وبيبقى بس حفرة عملاقة. وبعد ما تمشي بيظهر ريمورو ورانجا، وبنعرف ان وقت ما استخدم إفريت عمل نسخة جسدية منه تهاجمها وهرب كلاسيم لبعيد، ولو ما كانش عمل كده كان اكيد هيموت من هجومها. وبيستخدم مهارة النقل الآلي علشان يرجع مملكته، وبيعرف انها مقفولة وكأنها اتمحت من على الخريطة، وبينتقل لأقرب مكان وهو كهف. وهناك بيلاقي سوي ومعاه مجموعة من السحالي، واللي منهم أخت جابيرو. وسوي مصاب جدا وبيجي فيستا وبيديله جرعة علاج. ولما بيروحوا كلهم عند المدينة بيكتشفوا ان في حاجزين 2، وبيقرر ريمورو يخترقه. بس في البداية بيبعت سوي وفريقه يستكشفوا مين اللي عمل الحواجز، وبيربطوا بخيط معاه علشان يقدر يتواصلوا ببعض. وبيدخل رانجا في ظله، أما جابيرو بيسيبه للحراسة برا. ولما بيدخل بيتصدم من الدمار اللي حصل في المدينة، وبيقابلوا ريجور والأقزام. وفي طريقهم لقاعات الاجتماعات بيسمع صوت انفجار، وبيشوف هناك بيميارو وهو بيضرب جروشيس. ويومو نعرف انه مصمم يقضي على ميولان، وهنا بيحموها برغم انها السبب في كل اللي بيحصل. ويومو وجروشيس بيترجوا ريمورو ما يقتلهاش، وهي بتفضل تستفزه. وفي البداية بتاخده وتوريه مجموعة كبيرة جدا من الجوبلين وهم مقتولين، وبتقولوا ان كل ده بسبب النظام. بيعرفوا ان الحاجز بتاعها ضعيف وانه مش السبب في كل التدمير ده. وبيفتكر اول اجتماع ليه مع الجوبلين لما امرهم بعدم قتل البشر ابدا، وان لولا اوامره اكيد كانوا هيدافعوا عن نفسهم. وتجاهل استفزاز ميولان لانه فاهم انها بتستفزه علشان يقتلها. وبيتجمع الكل في قاعة الاجتماعات، ومعاهم ميولان والتاجر ميوليميار واللي كان موجود وقتها بالصدفة. واللي بيحكي لريمورو اللي حصل، واستنتج من كلامهم وكلام هيناتا ان مملكة فيلموس اتحدت مع الجبهة الغربية وقرروا يقضوا عليهم، وعلشان كده كل تحركاتهم كانت متراقبة. وبيبعت ريمورو التاجر ميولميار لمملكة انجيرشيا علشان يجيب لهم دعم قوي. وبيمشي التاجر ميولميار على وعد انه يقنعهم بأي شكل. بعدها بيسأل ميولان عن قصتها، وبيحاول يومو وجروشيس يمنعوها انها تحكي، بس هي بتصمم وبتحكي لريمورو انها شغالة تبع سيد الوحوش كلايمان، وبيفهم ان كل ده من تدبيره. وفعلا واقف بيتفرج على كل اللي بيحصل وهو فرحان. بتحكي له ان كلايمان بعتها للتجسس، وبعدها طلب منها تبني الحاجز بسرعة، وانه قال انه في مرة بيتسلى، وانه في اطراف تانية اتدخلت وفي حرب هتقوم قريب. وهي وقتها افتكرته بيتكلم عن كاريون وميليم، بس دلوقتي فهمت انه اشعل حرب بين مملكته ومملكة فيلموس. وبيقرر ريمورو انه يأجل حكمه عليها الفترة، وبيحبسها ومعاها يوم وجروشيس، وبيروح يزور النصابين، وبيعالج المعلم هاكورو وجوبتا. ولما بيفوق بيتخانقوا كالعادة. ولما بيسأل عن شيوم بيقول له بينميارو انه يروح وراه في وسط الجثث يشوف جثة جوبزو، وبينهار جوبتا. وبعدها بيشوف جثة شيون وبيعرف انها ماتت وهي بتنقذ طفلة من الجوبلين. من العصبية بتخرج هالة كانت هتدمر الكل. وبيفوق ريجورد وبيطلب منهم ريمورو انه يقضي وقت لوحده. بينهار جنبهم وبيحس بتأنيب ضميره وان هو سبب في قتلهم، وبيقرر يمتصهم كلهم. بس في الوقت ده بيوصل كافال وفريقه، وتعرفوا ايرين ان في طريقة رجعهم بيها تاني، خصوصا ان الحاجز بيحموهم من التحلل. بتحكي له عن قصة لطفلة والدها تنين ووالدتها من البشر عاشت كأميرة مدللة، وفي يوم والدها عمل نسخة مصغرة منها علشان تكبر معاه، وكانت متعلقة بيه جدا. وفي يوم قتل واحد من الملوك التنين علشان يسيطر على الأميرة، ومن زعلها استخدمت قوتها وقتلت المدينة بتاعته كلها، وتحولت لواحدة من أسياد الوحوش. أول حاجة عملتها إنها قدرت تعالج التنين وترجعه تاني، بس رجع وهو وحش قوي ومدمر. وبيفكر ريمورو إنه يتحول لواحد من أسياد الوحوش، وبكده هيقدر يعالجهم كلهم. علشان يعمل كده لازم يقتل أكتر من 10,000 بشري، ويوصل له السبيل اللي شافه، وإن جيش من 20,000 جندي من فلموس في طريقهم لمملكة اتحاد جورا تمبست، وإن العمل الحاجز هم مجموعة سحرة من فلموس مستوطنين حوالين المملكة، وبيدوا له أمر بإنه يقضي على أكبر عدد منهم. وبيروح يحكم على ميولان بالقتل، وبينهار يومه وجروشيس وبيحاول يمنعوهم، وبيكتفهم وبيقتل ميولان. بنعرف إنه ما قتلهاش، هو في الحقيقة استبدل قلبها، وده لأن كلايمان محتجز قلبها، وده سبب تحكمه فيها، وحط لها مكانه قلب صناعي بيقدر بيه يتجسس عليها. بس ريمورو قدر يشيله وحط لها هو قلب صناعي من عنده، وبكده بقت حرة. تشكر ريمورو جدا وبتقرر تساعده. وبعد ما المعركة بتنتهي بتتجوز يومو. بيقول ليومو انه هيقتل كل الجنود اللي جايين بما فيهم ملك مملكة فلموس ومعاه اغلب مستشارينه والقادة، وبعدها يومو هو اللي يمسك الحكم مكانه. في البداية بيتصدم وبيعترض، بس ميولان وجروشيس بيقنعوه وبيوافق. اتفق معاه لما يبقى الملك يأسس علاقات بين مملكة فلموس ومملكة اتحاد جورا تمبست،
وده يعتبر نفي لكل اللي في الموس عملته، واعتراف بمملكة الوحوش اللي هي مملكة اتحاد جورا تمبست إنها مملكة الوحوش والبشر. في البداية بيعتذر ريمور للكل إنه أثر في حقهم، الكل بيعتذر إنه أثر في مهمته، ويحكي لهم عن حياته قبلهم وإزاي اتغيرت للأحسن معاهم، والكل بيستعد للانتقام. وبيجهز ريمورو خطة، بيقرر إنه يتصدى للجيش كامل لوحده، وبيوزعهم على أماكن الصحراء اللي عملوا الحاجز على المملكة، يدمروا الأجهزة اللي بيستخدموها في نفس اللحظة، وبيبعت بيهم مارو لوحده يحارب 100 جندي ويدمر جهاز الشرق. أما هاكورو بيروح مع جوبتا وريجورو جلد للغرب، وبيبعت جابيرو ورجالته للجنوب، وللشرق بيبعت سوي وسوكا أخت جابيرو، والأميرة شونا بتعمل حاجز على اللي ماتوا وبتساعد ميولان وبيحميهم كافال وفريقه ويومو جروشيس. وبيفضل ريجورد في المملكة للقيادة والحماية، والكل بيتوزع في مكانه مستني المهمة تبدأ. أما ريمورو بيفكر إن ممكن يكون كلايمان عمل المعركة دي كلها علشان يمتص 10,000 جندي يبقى سيد وحوش رسمي، ومعنى كده إن قوته ضعيفة جدا مش زي ما كان متخيل. وبيقرر إن الهجوم اللي بعد المعركة هيكون على كلايمان، بيبدأ بيميارو الهجوم وبيقضي على الكل في لحظة واحدة، وبعدها بيدمر الجهاز تماما، وجابيرو بيدمرهم بالجهاز لوحده، وسوي بيربط الكل وبيخلص عليهم وبيكسر الجهاز حتت. واصعب جزء هو الجزء الغربي، وبيبدأ جوبتا الهجوم هو وريجورو يخلصوا على الجيش بمساعدة جلد. وكده بقت 3 شوجو وكيرارا وكيويا، وبرغم كل مهارات كيويا بس هاكورو بيقدر يخلص عليه بعد ما بيستخدم عينه التالتة. في الوقت ده بيتصاب شوجو من جلد، خصوصا بعد ما استخدم تقنية الأشباح، وبيجي هاكورو وبيرميله راس كيويا، وبيترعب شوجو وبيجري على خيمة كيرارا وبتسأله ايه اللي بيحصل بره، لأنها سمع صوت غريب. بيعرف انهم اتعرضوا لهجوم وانه مضطر يقتلها، فعلا بيقتلها وبيكتسب مهارتها وبيخرج يهاجم بيها جلد وهاكورو. بيهاجموا جلد وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخلص عليه نهائي، بيحاول يهرب بس جلد بيجهز سلاحه. قبل ما يقتله بيوصل مساعد الملك اللي بلغهم بالمهمة دي واسمه رازين، ولما بيشوفوا جلد بيتوتر انه هيواجه سيد الأورك وبيقرر يهرب. بيوقفوا هاكورو بسرعة وبيطلع فخ من رازين وبيفجر المكان. بيقول له هاكورو ان ريمورو مستنيه وهيقضي عليه هو وجيشه، وبيتفاجئ انه لسه عايش وان هيناتا ما قدرتش تقتله. بيستخدم النقل الآلي وبيختفي، وبيتضايق جلد انهم هربوا، بس هاكورو بيعرفوا ان عمل ألغام في جسمه، ولو قتلوا كان المكان كله هيتدمر وهم هيموتوا، لكن ريمورو هيقدر يتعامل معاه. وبيدمر جوبتا وريجورو آخر جهاز وبيختفي الحاجز. بيستخدم ميولان وشونا الحاجز بتاعهم، وشوجو بيشكر رازين على إنقاذه ليه، بس رازين بيستخدم سلاحه على أساس إنه يعالجه وبيقتله. لما بيتفاجئ الحارس إن قتله بدري بيفهمه إنه خلاص ما بقاش ليه لازمة، وبيجهز الحارس علشان رازين ينقله مهارات شوجو. ومجرد ما بيبدأ يغمى عليه وبيفوق رازين، بنعرف إن مهارات وروح رازين انتقلت لجسم شوجو. بيروح يبلغ الملك إيدوم أليس ملك مملكة فيلموس بآخر التطورات ويعرفه بشكله الجديد، وبيقرر إنه يبقى سيد وحوش قريب. وبيحاوط ريمورو الجيش بحاجز، وبعدها بيستخدم مهارته وبيوزع بالونات مية فوق المكان كله وبترمي راداس في كل مكان، وبيقتل في الجنود، وقدر يقتل حوالي 10,000 جندي. وكده قرب يكون سيد الوحوش. الكل بيحاول يهرب من رصاص ريمورو وما بيقدروش بسبب قوته، وبيخاف الملك وبيستخبى. وبيوصلوا رازين وفي شكله شوجو ومعاه الحارس، وبمجرد خروجه من الخيمة بيتصاب وبيموت. وبيخرج رازين يتكلم معاه وبياخد طلقة في نص راسه، وبعدها بيخرج الملك والمساعد بتاعه بيتكلم بكبرياء وصفقات علشان يرحمه، بس ريمورو بيرفض وبيتعب ريمورو وبيرجع بيه رانجا بسرعة، وبيستدعي الوحوش اللي هتساعده واللي منهم بلاك. ولما بيرجعوا للمملكة بتحاول ريمورو لسيد وحوش، وكل الجبلن والوحوش مستواهم بيتطور وبيكتسب مهارات كتيرة جدا. أما بلاك بيروح يحارب رازين وبيقدر يهزم كل حركاته برغم قوته ومهارته، وبعدها بيقضي عليه تماما وبيرجع بيه لريمورو. ولما بيلاقي ان الطاقة اللي محتاجها قليلة بياخد طاقة 2 من أتباع بلاك وبيكمل الطاقة. بيقدر يعالج شيون وكل اللي معاها، وبيفوق وهو بيدخل في غيبوبة. وبعد ما بيفوق بيجهز خطة جديدة يقضي بيها على كلايمان، وبيحطه بمياره في اختبار صعب جدا يتأكد بيه لو كان اتغير بعد ما تحول لسيد وحوش ولا لسه زي ما هو. والاختبار هو ان يقول ان اكل شيون وحش جدا، وبيتراقب ريمورو بيقول ان ده الحل الوحيد اللي يثبت بيه ان لسه كويس زي ما هو. وبيجي وقت الاختبار وبيحاول ريمورو يتهرب من الإجابة وبيفشل. بيورب بميارو انه ياكل معاه وبيترعب والكل بيهرب. وبيحكي بميارو لريمورو اللي حصل مع مملكة يورازانيا، وان ميليم هددت كاريون انها تدمره هو ومملكته كلها بعد اسبوع. وبعد ما بتمشي بيدي امر الالبيس وجروشيس وصوفيا انهم يخلوا المدينة تماما ويودوها مملكة ريمورو وهو هيتعامل لوحده مع ميليم. فعلا بدأت المعركة بينهم بعد اسبوع، وحاول كاريون يقنعها انهم يوقفوا المعركة ويكونوا اصدقاء. ومع اصرارها بيتحول لوحش ضخم وبيهاجمها وبتقدر تتصدى لهجومه. بيحصل انفجار ضخم، تحاول هي كمان وبتدمر كل ارض المملكة بشكل مرعب. تصدم كاريون من قوتها، تيجي فري من وراه وبتهدده بالسلاح وبتقتله، وبعدها بتروح في اتجاه منطقة سيد الوحوش كلايمان. بيفهم انه كده ناوي على دمار للكل. تطلب منه أليس يستضيف شعبي ورازانيا عنده، وبيوافق وبيأمره بتجهيز الملاجئ ليهم، وبيطمنوا ريجوردو انه نفذ من بدري.
بيحاول بلاك يقرب من ريمورو ويقنعه بأي شكل إنه يكون تابع ليه، خصوصا بعد ما شاف قوته. بيوافق ريمورو لما افتكر إنه ساعده في معركة في الموس، وبيشكره وبيديله اسم ديابلو، وبيتغير شكله بيبقى أقوى بكتير. بيحكي له عن المشاكل الأخيرة اللي عاوز يحلها، وأولها مشكلة القضاء على كلايمان ومملكة فالموس اللي لسه أحوالها ما اتظبطتش، وهيناتا ومعاها الجهة الغربية اللي بيعتبروا الوحوش أعداء ولازم يقضوا عليهم. بيحللوا النظام مشكلة كبيرة، وبيوضح له إنه يقدر يفك ختم التنين في ريدورو، وده أهم عدو للجهة الغربية. معنى كده لو حرروا هيشتغلوا مع فريدورو وهينسوا لفترة. ورغم ضعف الاحتمال ده، بس ريمورو بيقرر يمشي وراه. والمشكلة التانية إن التنين في ريدورو هيتغير شكله وهو طالع من جوه. فعلا بيروح الكهف وبيخرج التنين في ريدورو بس في شكل شيزو. بيبدأ ريمورو يمرنه، خصوصا إنه لما كان جوه قدر يقرأ مذكراته، ومنها قدر يتعلم كل المهارات القتالية حتى اللي كانت في القصص اللي شافها. بعدها بياخده يعرفه على أهل القرية، الكل بيفرح برجوعه، وبنعرف إنه كان الكل بيحبه حتى تريني وجنيات الغابة. ويجهزوا احتفال بعودة التنين في ريدورو. في الاحتفال بتجهز شيون الأكل، وبتجبر ريمورو بميار وياكلوا منه. وبرغم بشاعة شكل الأكل إلا أن طعمه كان حلو جدا، وبيعرفوا إنها اكتسبت مهارة الطباخ الماهر. وبعد الاحتفال بيكمل ريمورو خطته في محاربة سيد الوحوش كلايمان، وبيقرر يعني للكل إنه يتحول لسيد وحوش. في الوقت ده بيوصل فيوز ومعاه جيش لهزيمة مملكة فالموس، وبيتصدم إن المعركة خلصت بدري. بيوصل الملك جازيل وبيقرر يشارك ريمورو في حربه ضد كلايمان. وما بيتكلموا بيوصل مجموعة من سحراء ساريون، ومجرد ما بيعرفهم ريمورو بنفسه بيتصدم القائد بتاعهم وبيجهز دوائر سحرية للقضاء على ريمورو. بنعرف ان القائد ده والد ايرين اللي من فريق كافال، بيكون جاي يقضي على ريمورو لانه فاكره محتجز بنته. توصل ايرين وبتنقذ ريمورو، بتتخانق مع والدها وبتفهمه انها جت هنا بارادتها. بعد ما بتحكي له عن ريمورو ومملكته بيقرر ينضم ليهم. في الاجتماع الكل بيشارك وبيمثل مملكته، وحتى يوم وميولان بينضموا على مملكة فالموس. ولما بيدخل عليهم التنين في ريدورو بشكله الجديد، الكل بيتصدم ان ازاي ريمورو قدر يكون صداقة مع اعظم تنين. في الاجتماع بيحكي لهم ريمورو عن كل حكاياته من اول ما بقى سلايم لحد حربه الاخيرة مع هيناتا. وهنا الصدمة الاكبر للكل انه ازاي قدر يهرب من قدامها، ودي لوحدها حاجة مهمة. وبيفتكر ريمورو ان الوحيد اللي يعرف علاقته بشيزو، وكمان حكايته كسلايم وازاي مات هو يوكي مسؤول النقابة بتاعة الاطفال. وكان توقع ريمورو صح، وبنعرف ان يوكو هو اللي بيتحكم في كلايمان واتباعه اللي هم جماعة البلياتشو، وبيرتب مع لابلاس خطة يحارب بيها كل اسياد الوحوش مرة واحدة، وكده يعرفوا حدود قوته واصله لفين. توصل جنية الاشباح راميريس وبتبلغوا ان في خطة معمولة ضده وهتقضي عليه وتدمر مملكته. الكل بيتصدم، بس قبل ما تكمل كلامها بيوصل ديابلو وبيعتبروه حشرة، وبيقرر يقتلها. وبيمنعوا ريمورو تفضل تباها انها هزمت التنين في ريدورو بضربة واحدة بس. مجرد ما ريمورو بيوديها للتنين في ريدورو بيغمى عليها، وبيروح ريمورو يكمل الاجتماع وبيعلن حربه ضد كلايمان. وكمان بيعلن يومه قائد مملكة فالموس. بيعترض الملك جازل، بس بيصمم وبيدعمه جروشيس وميولان، وبيقرر جازل هو كمان يدعمه. بيتريق عليهم والد ايرين انهم بيسمعوا كلام سلايم. الكل بيدافع عن ريمورو، ولما بيسألوا عن هدفه بيقول ريمورو انه يستخدم القوة اللي اكتسبها في نشر العدل والسلام بين البشر والوحوش، والكل يعيش في امان. حتى بيقرر والد ايرين انه يكون تابع لريمورو، والكل بيشجعهم وفرحانين. وبيروح لابلاس يسأل كلايمان عن هدفه من كل الحروب دي، وبيعرفه ان الهدف الوحيد تدمير ريمورو، وده السبب اللي اتحكم علشانه في ميلين بسحره. وده كان خلال سلسلة داتها لها سيدة الوحوش فري بأوامر منه. بيجي سيوي بيبلغ ريمورو بأن كلايمان مجهز جيش قوي مجتمع في مملكة ميلين، وفي طريقهم لمملكته بقيادة واحد مقنع. تحكي ميولان ان كلايمان ليه 5 تابعين ليه، وهما المقنع والهيكل العظمي والثعلب وساحرة الألف، وهي كانت الخمسة واحدة فيهم، واحد فيهم هو المقنع. الكل مش فاهم هدف كلايمان من كل اللي بيحصل، والنظام بيفهم ريمورو ان كلايمان عاوز يقتل عدد كبير جدا ويبقى واحد من اقوى اسياد الوحوش، وده هينتج عنه مذبحة كبيرة جدا. الكل مصدوم من تفكيره. بيقرر ريمورو يجهز جيش كامل وينقلهم عند جيش كلايمان بالانتقال الآلي، وينقل شعب مملكة الحيوان كله للمملكة ويحميه. وبيتحرك بسرعة علشان يلحق يوصله قبل ما يدمر مملكة الحيوان اللي هو قريب منها، واللي لو دمرها يتحول لأقوى سيد وحوش، وبكده مستحيل حد يهزمه. كله بيستعد ما عدا التنين في ريدورو اللي بيفضل في المملكة للحماية. وبيفرح ريمورو انه ممكن يقابل سيد الوحوش ليون هو كمان وينتقم لشيزو. وبدأ ريمورو في تنفيذ خطته، بيجمع كل الجنود من كل القبائل وبيوزع عليهم المهمات، وبعدها بينقلهم كلهم مرة واحدة. في الوقت ده بيكون قائد جيش ميلين متعصب من مساعدتها لكلايمان، وبيحاول ابنه اللي هو المساعد بتاعه انه يهديه. وبيجي المقنع وبيهينه وبيستفزه وبيتمالك اعصابه، بس ابنه بيتعصب على المقنع. وفي لحظة المقنع بيقطع له دراعه، ويضرب القائد ابنه وبيعتذر للمقنع. وبعدها بيروح يعالج ابنه وينصحه يتلاشى المقنع، لان اي غلطة منهم ممكن يقتلوا القرية كلها. ويوصل المقنع الاخبار لكلايمان وبيديهم اوامر بقتل جيش ريمورو كامل.
وبنشوف ليون وهو رايح يقابل واحد من أقوى وأقدم أسياد الوحوش واسمه جوان. لما بيسألوا ليون عن سبب اجتماع كل أسياد الوحوش بيعرفوا إن كل ده علشان يعرفوا مين ريمور ومدى قوته. تبدأ المعركة وبيهز جلده فريقه الأرض وبتنشق وبيموت عدد كبير من جيش كلايمان، واللي بيهرب منهم بيصطادوه جابيرو وفريقه. بيقدر جيش ريمور يفوزوا ويقتلوا عدد كبير من جيش كلايمان، وبيروح فيوبي ياخد طاره من البلياتشو وفودمان، وبرغم هجومه القوي بيقدروا يهربوا منه. ويوصل جلده بيهاجمهم من ظهرهم، وبيقدر فودمان يتصدى لهجومه ويستعدوا المعركة قوية بينهم هما الأربعة. وبيقرر المقنع يروح لكلايمان ويشرح له الوضع ويطلب الدعم، بس بيفشل في استخدام الانتقال الآلي. ولما بيرجع بيلاقي كل المساعدين اتقتلوا على ايد ألبيس. تبدأ بينهم معركة قوية تقدر تتفادى هجومه، وبتحول فريقه اللي بيهاجمها لتماثيل. وبيستغل المقنع الفرصة وبيهجم عليها بسيفه وبينقذها جوبتا، وبعدها بيمشي. بيكمل المقنع وأليس معركتهم وبتستخدم قوتها كلها، وبيهرب جوبتا وفريقه، بس بيهاجمها أتباع المقنع. تقدر تهزمهم كلهم وبيجي الدور على المقنع بيستسلم، بس كلايمان بيكلمه وبيأمره ياخد برشامة وبيتحكم فيه غصب عنه. وبعد ما بياخدها بيغمى عليه وبيتحول لوحش رهيب اسمه كاريبيديس الثاني. في الوقت ده بيكون قائد جيش ميليم يقدر يهزم صوفيا وجابيرو مع بعض. بيشوفوا كاريبيديس الثاني والكل بيستعد لمحاربته، وبيتحد جيش ريمور وجيش ميليم مع بعض. بتحاول ألبيس تحاربه وبتفشل. بيوصل بميارو وبيقدر يخلص عليه، وبعدها بيروح يحارب قائد جيش ميليم انه صوفيا وجابيرو. بيعرفوا ان كلهم اتعاونوا مع بعض، وبينزل بميارو سيفه، بس القائد بيصمم انهم يحاربوا بعض ويشوفوا مين القوي. وبتتدخل صوفيا وجابيرو وابن القائد بيقنعوا وبيبقوا فريق واحد. كده فاضل معركة الاتنين البلياتشو مع فيوبي وجلد، بيبان فيها قوة البلياتشو الرهيبة. وبيستخدم كرة نار بيتصدى ليها جلد بالدرع بتاعه وبيحمي نفسه. بيحمي فيوبي لحد ما الدرع بيتكسر، وبيسحب فوتمان كرة النار وبيعفو عنهم وبيختفي. في نفس الوقت في مملكة جورا بيجهز ريمورو علشان يحضر اجتماع أسياد الوحوش. بيعرف من فيلودورو إن عدد أسياد الوحوش 10، يعني غير اللي هو عارفهم فيه الوحش العملاق ووحش مصاص الدماء والوحش الكسول، وهمهم الوحش جوان. بتودعوا شونا وبتروح تدمر قلعة كلايمان ومعاها سوي وهاكورو. بيتفاجئوا بفخ فيه جيش كامل من الهياكل العظمية، وبيظهر قائدهم. بيكتشفوا ان الانتقال الآلي اتقفل ومضطرين يحاربوا الجيش كامل لوحدهم. وبيبدأ هاكورو بأول هجوم، من بعده سوي. بيظهر له تنين عظمي بيدمره، بس بيكون نفسه تاني. وهنا بتأمرهم شونا ان الكل يركز في تدمير القائد بتاعهم. تدخل في معركة معاها وبتقدر بقوتها السحرية تهزمهم كلهم. برغم كل محاولات قائد الهياكل العظمية بتقدر تهزمه، وبيظهر مرة تانية، بس المرة دي بيعتذر لها على هجومه ليها، وبيطلب ان يكون تابع ليها وللقائد ريمورو. وبتوافق وبيوديهم لقلعة كلايمان علشان يدمروها. في نفس الوقت بتفتح بوابة بتخرج منها واحدة من مساعدين الوحش جوان، وبتبلغ ريمورو ببداية الاجتماع. تدخل راميريس ومعاها الإنسان الآلي بتاعها وجنية الغابة تريني، وبعدهم ريمورو وشيون ورانجا. وبيوصل كل أسياد الوحوش ومنهم ليون. بيتعرف على ريمورو بمجرد ما بيشوفه في شكل شيزو. بيحاول ريمورو يتمالك أعصابه لأن نفسه يقتله وينتقم لشيزو اللي اتعذبت بسببه. وبيبرر ليون تصرفاته بأنه يدوب استدعاها وهي اللي اتصرفت بالشر ده كله. بيعزم ريمورو على قلعته، بس ده لو طلع عايش. وبيحس ريمورو ان في فخ معمول ليه. لما بتوصل ميلين بيبان ان تصرفاتها مش طبيعيه لدرجه ان كلايمان بيضربها بالقلم. الكل بيتصدم انها ساكته. بيبدا كلايمان الاجتماع وبيحكم على ريمورو بالاعدام لانه تعدى على قوانين اسياد الوحوش لما عمل دوله مستقله ليه ودمر مملكه فلموس وقتل المساعده بتاعته ميولان. بيقول ان ميلين اتعاونت معاه علشان تنشر العدل وموافق على قتل ريمورو. رد عليه ريمورو ان كلامه كله من غير دليل. بيعرفوا كمان ان ميولان عايشه برغم انه بعتها علشان تقتله وتدمر مملكته. اما جيش فلموس فهو اللي اشعل الحرب علشان يدمر مملكه جورا تمبيستو، وفي نفس الوقت بعت جيش تاني يدمر مملكه الحيوان. كل ده علشان يتحول لواحد من اقوى اسياد الوحوش. وبيثبت ريمورو كلامه لما بيوريهم تاثيره على المقنع واجباره ياخد الحبايه، وازاي يتحول لوحش كرباديس، وكمان اعتراف تيرا وفتمان بخطته وازاي فشلت. كله بيقف في صف ريمورو، خصوصا ان كلامه مقنع جدا. بس كلايمان بيتعصب وبيحاول يقنع الكل بقتل ريمورو. كله بيرفض يتعاون معاه وبيتحدى ريمورو في معركة فردية بينهم. بيرحب جوان بالفكرة، بس كلايمان بيتوتر وبيحاول يهرب. ويقف ريمورو بيهدد الكل انه هيقتل اي حد يقرب من مملكته، رغم انه ما كانش يتمنى يبقى واحد من اسياد الوحوش، بس اضطر يعمل كده علشان ينقذ مملكته. مش هيسمح لاي حد يهددها. وبيرد جوان على الكل ان ريمورو وكلايمان يدخلوا حرب مع بعض. لو ريمورو فاز يعترفوا بيه كواحد من اسياد الوحوش. بيجبر كلايمان انه يوافق، بس كلايمان بيرفض وبيستهزأ بريمورو وبيأمر ميلين تقتل ريمورو. كله بيتفاجئ من تصرفها وفعلا بتروح تحارب ريمورو، وانا بيكون محتار بين انه يقتلها وينقذ نفسه او انه ينقذها. قرر ريمورو يلعب بنفس طريقته، بيبعت له شيون تحاربه بكل قوتها. بتعصب كلايمان من هزيمته قدام شيون وبيعالج نفسه وبيستخدم سحره في تكبير الذئب بتاعه. وهنا بيجي دور رانجا واتنين كمان من الذئاب. بيعمل جوان حاجز حواليهم والكل بيتفرج على المعارك بين ريمورو وفريقه وكلايمان وفريقه.
بيؤمر كلايمان ميليم بالهجوم على ريمورو، رغم انه اتفادى ضربتها الا انها اثرت فيه شويه. قرر انه يلغي تاثير كلايمان عليها. تطلب الجنيه راميريس من جوان ان الانسان الآلي بتاعها يدخل يساعد ريمورو، ويوافق هو مبهور بحب الكل لريمورو بالشكل ده. وبتكمل ميليم هجومها على ريمورو، وبيقدر يتفادى اغلبهم ما عدا ضربه قويه كانت هتقتله. ويظهر فيريدورو على اخر لحظه بينقذه. لما بيسأله ريمورو عن سبب دخوله المعركه بيوريه روايه، وبيطلب منه الجزء الثاني بسرعه. وتعصب ريمورو ان المعركه شغاله والدنيا بتولع. فريدورو كل اهتمامه بالروايه وبس. بيبعته يحارب ميليم، وبيتصدم لما بيعرف انها بنت اخو فريدورو، بيمنعه انه يأذيها. بيحاول فريدورو يفهمه ان مفيش زعيم وحوش يقدر يسيطر على التاني، بس ريمورو ما بيهتمش. وبعدها بيروح يساعد رانجا، وبيتفاجئ ان الثعلب منهار، وبيترجاه يحرره من سحر وسيطرة كلايمان، وبيقدر يساعده فعلا. اما معركة شيون مع كلايمان بتكون مستمرة، وبتقدر تهزم كل هجماته. علشان كده بيتحول لشكل قوي بيهاجمها تاني، بس بتقدر تهزمه. قبل ما تقتله بيأمر ميليم انها تفجر نفسها وتقتل الكل. تضحك ميليم وبتقول له انت صدقت انك متحكم فيها بجد ولا ايه؟ اللي هنا كلهم اصدقائي، وفريدورو يبقى عامل كبير. كله بيتصدم خصوصا ريمورو، نعرف انها عملت كل ده بس علشان تلعب مع ريمورو شويه. لما بيسألها عن سبب قتلها لسيد الوحوش كاريون، بيظهر كاريون من وراه، وبنعرف انه يبقى مساعد فري اللي دخل معاها باقناع اسد. وبتصدم ريمورو بجهاز كلايمان علشان يقتل فري، وبتهجم عليه شيون وبتقطع كل اطرافه. بيلغي جوان الحاجز والكل فرحان باللي بيحصل. بيتخانق كاريون وميليم انها ضحكت عليه، وكمان دمرت له عاصمه مملكته. بيحاول ريمورو يهديه كل ده، وكلايمان منهار وبيفتكر اتفاقه مع يوكي انه يهزم ريمورو مقابل انه يبقى واحد في اسياد الوحوش. تحاول كلايمان وبيقرر ريمورو يحاربه لوحده، وبيرجع تاني الحاجز السحري بتاع جوان، وبيقدر ريمورو يهزمه من اول ضربه. وبترجاه كلايمان يسامحه، بس ريمورو بيستخدم مهاره شراهه وبيبلعه. بعدها جوان بيعترف بريمورو كواحد من اسياد الوحوش، وبيعترض مصاص الدماء، وبيستهزأ بريمورو، وبيجري عليه فريدورو وبيتخانق معاه، وبيقول المساعده بتاعته تعلم المساعد بتاعها الادب. نعرف ان سيد الوحوش مصاص الدماء هو المساعده، بس بتخلي المساعد بتاعه يكون مكانها في كل الاجتماعات، وبترجع لشخصيتها الحقيقيه. فبيقرر كاريون وفري انهم يتنازلوا عن منصب اسياد الشياطين ويكونوا تابعين لميليم. وبتتصدم من كلامهم وبتنهار، بس جوان بيعلن انسحاب فري وكاريون. كده بقى عدد اسياد الوحوش 8 بعد ما انضم لهم ريمورو. اختاروا اسم اوكتجرام للمجموعه بتاعتهم الجديده. وبيرجع ريمورو تاني لمملكته على هيئه سلايم في وسط تشجيع وترحيب من الجميع. بيقرر ياخد فترة راحة بعيد عن أي مغامرات. فترة الراحة بتاعت ريمورو بتقوم معركة في مكان تاني بين واحد من الجيلان شبه بياميارو ضد واحد من مساعدين زعيم الوحوش كلايمان. وبيقدر يقتلوا كل فريق الغول، وفاضل هو ضد مساعد كلايمان. وبيدخلوا في معركة مميتة مع بعض، وبيتصاب الغول. رغم كده بيقف وبيكمل المعركة، وبيعمل مساعد كلايمان نسخة كمان من نفسه. وبيهاجم الغول من الناحيتين وبيقتله، وبيسيبه مرمي على الأرض هو وفريقه وبيمشي. بيظهر مجموعة كانت بتراقب كل اللي بيحصل ده، وبياخدوهم للمستشفى. لما بيفوق بيتصدم من المعلومات اللي يعرفها. في البداية لما نام لمدة 10 أيام وكل فريق اتقتل، وكمان كان هيموت، بس اللي نقلوه بيكونوا تبع الملكة تو، ودي تبقى المسؤولة عن مملكة راجا، وهي اللي أنقذته لما جمعت القوى الباقية من كل أصحابه مع جزء من قوتها وعالجته. وكان لازم ياخد اسم، علشان كده اديت له اسم هيرو. في المقابل تعبت جدا ونامت لفترة. بتصدم هيرو لما بيشوف اللي باقي من زمايله وهو لبسهم، وبيجري بسرعة يروح مدينته. بيلاقيها اتدمرت تماما من جيش الأورك، وكل اللي فيها اتقتلوا. في الوقت اللي كان جوبتا وجابيرو بيتدربوا على ايد هاكورو، كالعادة بينضربوا جلد. بيكمل مع باقي الأورك تجهيز الطرق. بيشوف تنين داخل عليه وبيهاجموا واحد من الجيلان وهو هيرو، وبتصاب جلد إصابات جامدة من قوة هيرو. يجري سوي بسرعة يبلغ هاكورو وريمورو بميارو. كله بيروح يساعد جلد، ولما بيوصل بميارو بيقدر يهدي هيرو. نعرف انهم اخواته. بتصدم هيرو ان اخوه بيحمل اورك اللي دمروا قريتهم. بيحكي له بميارو الحكايه، وبيعتذر له جلد، وبيسامحه هيرو. ولما هيرو بيشوف باقي الغيلان، وهنا هاكورو وشيون وشونا وكوربي، بيفرح جدا وبيعزمهم ريمورو على العشاء. بيحكي لهم هيرو عن المعركه اللي دخلها مع مساعد كلايمان، وده لانه كان شغال تابع لكلايمان. ولما وصلت له الاخبار بهجوم الاورك على مدينته قرر يرجع، وكلايمان رفض، ومع اصراره امر رجالته بقتله. بيحكي لهم مع الملك توب ازاي انقذ حياته. بيقول انه كان جاي المملكه هنا علشان يقابل ريمورو تمبيست، ولما شاف الاورك ما قدرش يستنى وقرر ينتقم لاهله. ولما بيعرفوا ريمورو بنفسه بيطلب منه هيرو انه يساعد مملكه راجا. بيحكي لهم انها مملكه صغيره جدا كل اعتمادها على صناعه الذهب. بسبب استخراج الذهب بيحصل تسمم في النهر اللي بيشربوا منه. بتضطر الملكة تستخدم سحرها عن طريق تاج وتنقي النهر كل فترة، ومع كل استخدام ليه قوتها بتضعف. وده لأن التاج فيه لعنة سحرية بتتغذى على اللي بيلبسه، وهي مضطرة تستخدمه علشان تنقذ شعبها. بيحكي لهم إن في يوم الملكة تعبت جامد، واتكلم مع المستشارين والدكتور بتاعها واللي اسمه شي جوان. قال لهم إن الملكة هتموت قريب، وإن خلاص العلاج مبقاش يجيب معاه نتيجة. اقترح عليهم هيرو يزرعوا غابة جورا ويلغوا صناعة الذهب. عرفوا المستشارين إن ده مستحيل بسبب التنين في ريدورو،
ده اللي بيحمي غابة جورة ومانع فيها الزراعة، واللي بيخالف أمره بيقتله هو وشعبه كله. في الوقت ده بيجي لهم واحد بيبلغهم إن التنين فريدورو هجم على مملكة البشر اللي اسمها فالموس وأباد جيشها كله لوحده. بعدها دخل في تحالف مع مملكة اتحاد جورة تمبست، واللي زعيمها يبقى ريمورو تمبست. ودي الإشاعة اللي ريمورو نشرها علشان يخفي عن الكل إن هو اللي قتل الجيش ده كله وبقى واحد من أسياد الوحوش. وبيقول هيرو إنه جه هنا يقابل ريمورو ويطلب منه يساعد مملكة جورة ويقنع فريدورو يسمح لهم بزراعة الغابة. ولما بيسألوا التنين فريدورو بيقولوا إنه ما منعش أي حاجة وبيسمح لهم بالزراعة. يقرر ريمورو إنه يساعد مملكة راجا، وبيرجع مع هيرو شونا ورانجا. ولما بيوصل بيسأل عن الملكة وبيعرف إنها تعبانة ونايمة، وبيعمل اجتماع مع المستشارين وبيبلغهم بموافقة التنين فريدورو بزراعة غابة جورة. وبتظهر جنية الغابة تريني وبتقول إنها هتساعدهم. الكل كان فرحان. بعدها بيروح يشوف الملكة وبيحس بطاقة سحرية قوية طالعة من التاج. بيستخدم النظام وبيحاول يكتشف سر اللعنة. بيعرف النظام ان السم اللي موجود في جسم الملكة مستحيل ازالته، الوحيد اللي يقدر يشيله هو الشخص اللي حط اللعنة في التاج. لتقليل اثار اللعنة لازم تاكل عسل. فعلا بتتحسن شوية وبتمنعها ريمورو من استخدام التاج وبترفض، لان ده الحل الوحيد لتنقية البحيرة وده ورث الملكة اللي بينتقل من جيل لجيل. بيروح ريمورو البحيرة وبيحللها علشان يشوف اثار السم منها. بيعرف ان السم ده حد حطه بمهارة، وبيشق البحيرة نصين وبيشوف دايرة سحرية وبيعرف ان دي مصدر اللعنة. بيبتلعها بمهارة شراها وبينقي ميتها وبيرجعها تاني. وبيفضل يسأل نفسه مين اللي حط الدايرة السحرية في البحيرة واللي بسببها هتسمم البحيرة كل شوية. كده الملكة هتضطر تستخدم التاج وتسيطر اللعنة عليها أكتر. بيحتفل الكل بنجاة الملكة وتنقية مياه البحيرة. تاني يوم الكل بيتجمع من مملكة راجا وبيزرعوا غابة جورة. بيشوفهم واحد اسمه لابي وبيتعصب جدا إن الناس بدأت تزرع وصناعة الذهب وقفت، وكمان الملكة اتعالجت بعد ما البحيرة اتنقت من السم. نعرف ان ده المسؤول عن كل اللي بيحصل واللي حط دايرة السم في البحيرة. وبينهار وهو شايف كل خطته باظت وبيقرر يعمل خطة جديدة. ونشوف ديابلو وهو في زيارته لريمورو بعد ما بعته يشتغل مع يومه في مملكة فلموس. بلغوا ديابلو بآخر التطورات، وبتيجي تريني تبلغ ريمورو ان مية البحيرة اتلوثت تاني والملكة تو استخدمت سحرها وتعبت مرة تانية. وبيجي حد كمان يبلغ ريمورو بهجوم دولة مجاورة المملكة راجع عليها. بيسأل ديابلو عن اللي بيحصل وبيشرح له ريمورو وبيقول له انه عارف حاجة عن الدائرة السحرية واللي تسبب في وجودها، ويطلب انه يحل الموضوع. بيوافق ريمورو والكل بيستعد انه يروح مملكة راجا ويدافعوا عنها. ويفضل فريدورو مليم لحماية مملكة جورة تمبست. بيروح ديابلو يقابل واحدة اسمها فيوليليت. نعرف انها واحدة من الاشباح زي ديابلو، بس الفرق بينهم انه خد اسم بدل بلاك وبقى يقدر يظهر الوحوش والبشر ويعيش معاهم. على عكسها هي لسه مستخبية ومستنية اما حد يقبلها تابع ليه او تلاقي فرصة مناسبة وتدخل جوه جسم حد وتسيطر عليه. بيسألها عن مملكة راجا والدائرة السحرية وبتحكي له انها زمان قابلت واحد من العيلة الحاكمة للملكة راجا وطلبت منها الملكة انها تساعد شعبها بمصدر دخل ليهم. وقتها فيوليت ادتها التاج علشان تستخرج بيه الذهب من تحت المملكة، بس مقابل ده لعنة التاج هتسيطر على قوتها لحد ما هتيجي واحدة من اللي هيورثوا التاج واللعنة هتسيطر على جسمها بالكامل وتقتلها. وده لأنها تستخدمه كتير. وقتها هتقدر فيوليت تدخل في جسمها وتتحكم فيها وتتعامل مع الوحوش والبشر. ولا ديابلو انها حاولت تسرع الموضوع واجبرت الملكة تو انها تستخدم التاج كتير جدا، وده عن طريق دايرة سحرية بتسمم البحيرة. وبتضطر الملكة تنقيها فبتستخدم التاج فاللعنة تسيطر اكتر عليها وقوتها تضعف. بتنكر فيوليت ان ليها علاقة بالدايرة السحرية. بيهددها ديابلو وبتدخل في معركة معاه والمكان حواليهم بيتدمر اكنهم انتقلوا لمكان تاني. تستخدم فيوليت كل مهارتها وقوتها وتصدم ان ديابلو قدر يتصدى لكل هجماتها. قبل ما يهاجمها ديابلو بيوصل 2 من حراسها وبيحموها وبيبلغوها ان كلام ديابلو صح، وبيفهموا ان لابي شغال من وراها. مش كان بس السبب في تسميم البحيرة، ده كمان هو اللي حرض الدولة المجاورة على مملكة راجا. قرر فيوليت تعاقبه وتوعد ديابلو انها تحل الموضوع. بيروح هيرو يطمن على الملكة وبيقولوا الدكتور جوان انها خلاص هتموت، كان حتى قبل ما المعركة تبدأ. في طريقه بيقابل لابي ويقنعه ان لها طريقة يعالج بيها الملكة، وانه ياخد قوته هو وينقل لها عنده، ونسبة نجاح العملية دي 100%. بس هو في المقابل هيموت. بيوافق هيرو بيديله لابي كرة سحرية بيبلعها. بيوافق هيرو فعلا بينتشر سحر جوه جسمه. بيروح هيرو يجيب الملكة وبيروح بيها ورا لابي لمكان زي كهف، وبيحطها هيرو في المكان اللي بيحدده لابي. وبتفوق الملكة لما بتسأل عن اللي بيحصل. ولما بتسأل عن اللي بيحصل بيشرح لها لابي اتفاقه مع هيرو. ترفض الملكة وبتعيش مشهد مؤثر مع هيرو بيتريق عليهم لابي. لما بيقولوا هيرو يبدأ في تنفيذ الخطة بيعرفوا لابي ان كل ده كان خطة ضده، وان الكرة السحرية دي هتخليه يتحكم فيه، وده هيجبر الملكة انها تستخدم التاج من تاني. وكده اللعنة ترجع تاني تشتغل بعد ما الصلايم واللي معاه وقفوا مفعولها. وبيهجم على هيرو بيقدر لابي يشغل الكرة السحرية ويحوله الوحش بيدمر كل حاجة حواليه. بيفضل لابي يفكروا بتدمير مدينته على ايد الاورك، وبتحاول الملكة توصل له بس المكان بيتدمر وبتوع. في الوقت ده بنشوف ريمورو بينقل جيشه بالانتقال الآلي، ولما بيوصل لقصر الملكة تو بيعرف انها اختفت هي وهيرو.
وبيبعت رانجا يدور عليها، وبيوصلوا المكان جنب الكهف وبيحسوا بالانهيار، وبيلحقوا الملكة قبل ما تقع وبيحطها في حماية شونا، وبيروح ورا لابي اللي بيحاول يهرب. توصل له أخبار عن سوي عن قرب وصول جيش المملكة المجاورة لمملكة راجا، ويوزعهم ريميرو حوالين مملكة راجا وبيقول لهم ياخدوا وضع الدفاع وما يقتلوش حد إلا للدفاع عن النفس، ويحاولوا بس يأخروا وصولهم. في النهاية بيقدر يوصل قريب من لابي، وقبل ما يقبض عليه بيظهر له جناحات وبيطير، وبيروح وراه ريميرو ويظهر الدكتور وجوان، وبنعرف انه من اتباع لابي. بس بيقدر رانجا يقضي على جوان، وبيدخل ريميرو معركة مع لابي، وبيسمعوا صوت فيوليت وهي متعصبة من اللي لابي عمله، يحاول يبرر لها ان عمل كل ده علشانها وعلشان يسرق من خطتها اكتر. طرده فيوليت وبيقرر انه يبلع كرة سحرية زي اللي اداها الهيرو، بتحول وقوته بتزيد جدا. ومش هو بس ده، كمان كل قادة جيش الاعداء، وده لانهم اتباعه مربوطين كلهم ببعض وبمهارة الشراهة، بيبلعوا ريميرو تماما. اما هيرو بيتصدى ليه بميارو وبيحاول يهديه. قوة هيرو بتزيد اكتر من الاول، ومع استمرار المعركة بينهم قوة بميارو بتقل، اما هيرو قوته بتزيد اكتر لدرجة انه بيخرج منه نار بتدمر كل حاجة حواليه، وبيمشي وكرات النار حواليه ومعاه سيف من النار وبيدمر مملكة راجا. وبيروح بميارو يحاربه مرة تانية وبيحاول يوقفه ومفيش فايدة. قرر بميارو انه يستخدم اسوأ حل وانه يقضي على اخوه هيرو، بيقسمه بالسيف نصين. بس ده ما بيأثرش على هيرو، بيقوم من تاني وبيهجم على بميارو، وعلى اخر لحظة تأيده الملكة تو. ولما بيشوفها هيرو وبيشوف ذكرياته بترجع له، بيحاول يسيطر على نفسه، بيفشل وبيستخدم سيفه وبيغرزه في صدره ويخرج الكرة السحرية وبيرميها وبيرجع تاني لطبيعته. بس للأسف بيودعهم وبيموت. وتقرر المملكة تو تستخدم مهارتها وبترجع الزمن وبتنقذ هيرو، بس ده بيسبب في موتها. تظهر فيوليت وبتقول ان العهد اللي بينها وبين مملكة راجا اتلغى، وده لان واحد من اتباعها خان العهد. وتعويض على اللي عملته بتستخدم قوتها وبتعالج الملكة تو. اما سوي وهاكورو والباقيين قدروا يقتلوا القادة بتوع جيش الاعداء ورجعوا الجنود لبلدهم بامان. وكده انتهت أزمة معركة راجا بمساعدة ريميرو. الكل بيحتفل، وفي وسط الاحتفال بيبلغهم سوي انه اكتشف منجم حديد تحت المملكة، وكده ظهر دخل جديد لمملكة راجا مش محتاج لعنة ولا تضحية من أي حد، وكمان معهم زراعة غاب الجورة. الكل بيفرح جدا وبيوعدهم ريميرو انه يشتري منهم الحديد، وكمان بيبعت لهم وفد يساعدهم في بناء المملكة. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.